حبايب قلبي، اخواتي اللي منورين حياتي، ما تحرمش منكم ابدا، ويومكم كل سعاده وهنا ورزق وراحه بال وجبر خاطر. دايما كده منورين حياتي طول العمر. والنهارده كده معانا فيديو جميل وروتين جديد مشجع جدا. وفي اول فيديو هنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد، هنبدا ببركه رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. واذكروا الله كتير حبايب قلب، ذكر الله تطمئن القلوب. ربي يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقول لك لو وراكي شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل اطباق، سم، قولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدر تخلص كل وراك. النهارده بقى كده روتين جامد جدا. هنغسل بقى كده الكراسي في الحمام كده وننضفها، حاجه جميله جدا. طبعا دي الفرشه ديت اللي هنغسل بها الكراسي بتاعتنا اللي في الحمام. عايزه اقول لكم بتنضفها وتخليها زي الفل، شمعه منوره. طبعا اول حاجه دخلت بقى كده الكراسي في الحمام كده، وجهزت بقى المسحوق او الميه كده اللي هنغسل بقى كده الكراسي. طبعا جبت بقى حله كده صغيره او بوله كده بلاستيك، حطيت فيها شويه ميه وشويه معطر جو كده وشويه برسيل ومثلا شويه بريل. وحطيت برضو كلور الوان في الميه كده بحيث ان ايه تنضف معايا. شايفين ان الكراسه كانت متسخه ازاي وكانتش نضيفه خالص. طبعا من ايه، طبعا من اثر مسك الايد في الكرسي وكده. طبعا ايه بتعمل علامات كده على الكرسي، فطبعا شكلها مبقاش كويس جدا. قلت بقى كده اشجع مع حبايبي وحبايب قلبي. قلت اخد الكراسي كده الحمام كده واشجع معاهم كده واغسل بقى الكراسي. طبعا وجودكم معايا بيشجعني، ما تحرمش منكم ابدا. وربنا يحفظكم يا رب وتحققوا كل امانيكم، امين يا رب العالمين. وقولوا له حبيب كده مسافر كده ربنا يقربه له ويرجع، يعني يعني يرجع كده مقبول الخاطر. واللي لسه ما اتجوزش ربنا يوقف له كده بنت الحلال كده اللي ترضيه وتسعد قلبه يا رب، امين يا رب العالمين. وما تتحرموش من احبابكم ابدا. بدأت بقى اغسل بقى الكراسي زي ما انتم شايفين. طبعا لو عندك بقى الفرشة الطرية دي تكون جميلة جدا، سيليكون كده بتغسل بقى الكراسي ما بتجرحهاش ولا حاجة. مش موجودة عندك هتجيبي اللي هي السفنجة بتاعة الأطباق. هتبلي كده من المسحوق اللي احنا مجهزينه او الخلطة اللي احنا مجهزينها، خلطة جميلة جدا في غسيل الكراسي. شوية بريل وشوية مسحوق غسيل ملابس على شوية كلور ألوان، جميلة جدا الخلطة دي. بدأت بقى اغسل بقى كرة الكراسي. شايفين اصلا مجرد ما غسلتها كده شايفين بقى اللمعان والحلاوه والجمال ازاي. يعني دلوقتي كده هنشوفها بقى مع بعض ونشوف شكلها جميل جدا. بس بتمنى منكم بقى لايك طبعا واشتراك في القناه عشان تكبر بيكم، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا هي قناتكم قبل ما تكون قناتي. طبعا ده طريقتي بقى في غسيل الكراسي كده، ما بمسحهاش بفوطه، ممكن نمسحها بفوطه كده في الصاله، لكن انا بصراحه باخدها بقى الحمام كده اغسلها وانضفها واخليها زي الفل شمعه منوره. وغسلت الكرسي الاولاني اهوت. طبعا هم 5 كراسي دي، طبعا ده كان اول كرسي. وبعد كده طبعا ايه بملى البانيو كده جنب ميه. إيه ممكن بقى مثلا بكوبايه ولا حاجه كده كبيره، واصب بقى كده على على الكرسي انضفه كده. شايفين بقى بينبع ازاي وبنضف بقى زي الفل. لو في اي حاجه كده لسه ما نضفتش عادي هنمشي عليها كده الفرشه تاني، مفيش مشكله خالص. بس عايزه اقول لك غسلهم كده في الحمام بينضفهم كده احسن ما تمسحيهم بقى بالفوطه كده في بره يعني مكانهم. لا باخدهم بقى الحمام. عايزه اقول لك لا بتجرحهم ولا لونهم بغير، يعني هم اللي ما شاء الله اللهم بارك. الكراسي ديت عندنا بقالها حوالي 5 أو 7 سنين. يعني شايفين لونهم زي ما هو. كل فتره باخدهم كده الحمام كده اغسلهم وانضفهم واروقهم كده واخليهم فله شمعه منوره. عايزه اقول لكم بيطلع اكنهم لسه جايين من محل جديد. طبعا بقى بشطف كده بالميه كده زي ما انتم شايفين اهوت. شايفين بقى اللمعان والحلاوه والجمال. بجد نضف معايا، ما خدش معايا وقت ولا مجهود، جميل جدا. جربيه كده كده لو عندك كراسي بلاستيك كده خديها الحمام كده وحطيها بقى كده اغسليها كده بالفرشه كده ترجع معاكي جديده زي الاول بكتير. طبعا بقى طلعت بقى اللي ايه الكرسي الاولاني اهوت. بعد كده ده كان طبعا ايه الكرسي التاني اهوت. عايزه اقول لكم في دقايق ما بياخدش منك وقت خالص. بس طبعا لان الفيديو بس على الهادي، طبعا هو روتين كده على الهادي كده بالراحه، ما رضيتش اي اسرع الفيديو عشان تشوفوا طريقتي في غسيل الكراسي البلاستيك. يعني بتنضف معاكم وتبقى زي الفل. لو عندك كرسي بلاستيك كده جربي وخديه دخله بقى الحمام وامسكيه كده بالفرشه كده وشويه مسحوق كده ونضفيه. وحط عليه شويه ميه كده، رش عليه شويه ميه. عايزه اقولك هيطلع معاكي جديد كده وزي الفل. بدات امسكهم بقى كده بالفرشه كده وادعكم دعكه كويسه. وبعد كده كده اجيب ميه بقى من البانيو واحطها بقى كده على الكرسي كده، ارشها على الكرسي كده انضفه. وبعد كده ناخدهم بقى نطلع كده في الصاله، احطهم بقى كده في الصاله. ممكن اشوفهم بالفوطه او ممكن اشغل عليهم المروحه.
بتكون يعني جميله جدا في الصينيه كده، بتنشفهم وتخليهم فله. بدات اغسلهم اهو زي ما انت شايف. دي طبعا ايه تاني كرسي اهوت، ما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله بجد، يعني وجودكم معايا بيفرحني. ربنا يفرح قلبكم يا رب، ويجعل ايامكم كلها سعاده كده وفرح ويا رب، امين يا رب العالمين. وتحققوا كل امانيكم، ما تحرمش من وجودكم معايا ابدا. انتوا عيلتي التانية واخواتي وحبايبي وحبايب قلبي. بدات اشطب بقى الكرسي اهوت، بس طبعا بتمنى منكم بقى لايك كده للفيديو واشتراك في القناه عشان تكبر بيكم. نفسي قناتنا تبقى من اكبر القنوات كده تكبر بيكم، لان بصراحه يعني وجودكم معايا كده متفائله خير ان القناه تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله. بدأت اشطب بقى الكرسي التاني زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني جميل جدا اهوت وشكله نضيف كده وبلمع. بدأت بقى ارش عليه كده بالبتاع بالكوبايه كده لحد ما ينضف معايا. عايزه اقول لك في دقايق بينضف معاكم زي يبقى زي الفل اهوت. طبعا مليت البانيو عشان يسرع معايا يعني اسرع. شايفين بقى اللمعان والحلاوه والجمال. طبعا بلف عليه من جميع الاتجاهات كده، لو لسه عليه بواقي كده من الصابون او البرسيل. هتجيبي بقى بالحله بس كده تحطي فيها شويه كده الخلطه اللي قلنا عليها وتقلبهم كده على شويه ميه. شايفين بقى الجمال والحلاوه، شايفين اللمعان ما شاء الله جامد جدا. يمكن الكاميرا اللي ظالمه لونه شويه. عايزه اقول لكم اللون بيفضل زي ما هو، ما بيبهتش ولا حاجه، وجميل جدا وفي منتهى الجمال. جربوه بجد مش هتندموا. اغسليه كده ونضفيه هيبقى معاكي زي الفل. الوقت كده بعد ما خلصتهم كده وغسلتهم بقى كويس كده في الحمام اهوت. شايفين بقى اللمعان والحلاوه. ايه رايكم بقى في الجمال دوت؟ بجد جميل جدا. هناخدهم بقى ونطلع الصاله. طبعا حطاهم بقى كده في الصاله تحت المروحه، شغل بقى كده عليهم المروحه. ناخدهم بقى كده واطلع الصاله نشوف مع بعض. طبعا بدات ارصهم بقى كده، غسلتهم بقى كده الخمس كراسي اهوت. طبعا ما رضيتش اكمل معاكم الفيديو ان انا اغسل معاكم الخمس كراسي عشان ما اكونش طولت عليكم، يعني ما تحرمش منكم ابدا وما تحرمش من دعمكم ليا ابدا. طبعا طلعت بقى كده سركت النور يعني عشان الاضاءه طبعا. وشغلت المروحه اهوت. المروحه بقى فوق شغاله اهيت. شايفين بقى ما شاء الله. حطيتهم بقى هم جنب بعض كده تحت المروحه ينشفوا زي الفل كده ما شاء الله. ريحتهم برده ريحتهم جميله جدا، وريحتهم زي الفل كده وشكلهم جميل جدا بجد. شكلهم متغير اكنهم لسه جايين من محل كده. وبجد بشكركم شجعتوني وشجعتكم حبايبي وحبايب قلبي اللي منورين حياتي. ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم جميعا وتحققوا كل امانكم واجعل ايامكم كلها سعاده وهنا، وانتوا على راسي دايما منورين ما تحرمش منكم ابدا. طبعا الكرز زي ما انتم شايفين اهوت. بجد شجعتوني ان انا غسلتهم ونضفتهم كده. الوقت كده بقى اهوت. خلاص بتمنى بقى منكم بقى لايك كده واشتراك في القناه علشان تكبر بيكم. بجد بتوحشوني. اتمنى منكم بقى لايك في حفظ الله. مع السلامه.